مميزه ومختلفه، لان انا في اغلب عندي الحتت وان بيس، يعني انت بتبقي لابسه الحاجه ما بتتغيرش، مفيش حد تاني يبقى لابسها. ما فيش حد بيبقى لابسها، الدنيا مختلفه، تلبسي الحته بتنقلك الطقم، وطبعا الاسعار مش غاليه. الحاجه اللي انا بحبها وبحب اعملها شغل الهاند ميد. بدات بقى انا بدات من وانا عندي 7 سنين. 7 سنين. بدات ازاي بقى؟ الاول كعيله صغيره، ماما لقتني بحب الشغل ده وبحب الحاجات دي، لقتني واحده واحده جابت لي، بدات تجيب لي خرز، بدات تجيب لي حاجات، انا واحده واحده بقى لنفسي بدات اطورها لغايه ما وصلت للاحترافيه اللي انا فيها. انا خدتها هوايه وحب ان انا بحب اعمل الحاجه شكل جمالي، احب اعملها حاجه كويسه وشيك تتلبس، تنقل الطقم من حته لحته، حتى لو انا لابسه نفس الطقم كل يوم بس حته اكسسوار صغيره بتفرقها. اسمائها وانواعها بدات بالممارسه وبالتجربه. يعني بدات ده أفهم. مثلا ده عقيق، دي دلايه عقيق، شريحه عقيق، وده معاه الحجر العقيق اشكال مختلفه متقطع حتت مختلفه. تمام. وطبعا الفاصل انا ببقى طالعاها ضد تغيير اللون عشان ما اتغيرش. ده الصدف الملون اللي فوق، ده صدف بحر بقى. الصدف الملون، وده دلايه احجر دروسي، وده حاجه زي فتافيت السكر بس بشكل مختلف غير فتافيت السكر المختلف اللي احنا عارفينه الحجر. وده الفواصل الهيماتايت طبيعي، ده حجر طبيعي. حجر الهيماتايت ده بيبقى ليه نسب حاجات مختلفه كتير، بيخفف الالم، بيدي سعاده، بتفرق من شخصيه لشخصيه. يعني الاحجار فعلا بتاثر على النفسيه. بتاثر على النفس. في حاجه زي دي دلايه عربيه من معدن برضو، معدن ما بيغيرش، انا ببقى طالياه وفيها فواصل، وده مرمر. مرمر هتاخد معاكي قد ايه مثلا؟ في حاجه على حسب، في حاجه ممكن تاخد نص ساعه، في حاجه 5 دقائق، في حاجه 10 دقائق. وده مرمر مع فواصل برضو مقليه، مرمر ده بقى اورنج. البحر بقى يعني. اه ده نظام الكوفيه. الصيف بالنسبه لك مش يبقى كله رايح المصيف، كله عايز حاجات جديده، كله شغل جديد. حاجه انا بحبها وبدي فيها. دي حاجه زي دي اكليريك في دهب صيني، بتفرق. دهب ابيض. دهب صيني حاجه زي دي عقيق، كلها شرايح عقيق، بس حاجه زي العقيق ده في حجر الهيماتايت برضو. في حاجه زي ده اكليريك في دلايه دهب صيني. في حاجه زي ده قبال في صدف. ده كوليكشن الصيف بقى يعني. ده بيبقى اغلب كوليكشنز، لان الصيف دايما الناس بتميل للالوان الفواتح ده والحاجات العربيه. الجديده. دي دلايه عربيه، دي كريستال بلجيكي، ودلايه برضو مطليه، وده اختراع جديد كده سبحه 11، بتلبسيها في ايدك وتبقى في ايدك على طول نظام الاسوره، وبتسبحي بيها براحتك. ماما هي اول حد ليا دعمني واول حد وقف جنبي، وفضلت ورايا لغايه ما وصلت للاحترافيه اللي انا فيها والشكل اللي انا فيه. بدات مشروع. المشروع بداته من كليه متهيألي، بدات يبقى لي بيدج على الفيس، بدات يبقى لي موقع. وقفت طبعا فتره لظروف الدراسه ولظروف، وقفت شهرين 3 وبعد كده رجعت كملت، لان انا مش هزود على يعني مثلا اخر العقد عندك بيوصل لكام؟ 450 500. ده العقيق اللي كله احجار. الاسعار بتبتدي بكام يعني؟ كام في حاجات ب 80، في حاجات ب 100، في حاجات ب 120، على حسب الخامات وعلى حسب الحاجه، لان انا بطبعي ما بحطش ربح كتير، بحط ربح بسيط، لان انا عايزه الليدي تلبس وتبقى شيك، تبقى مبسوطه وما تاثرش برضو كتير، تاخد حاجه بخامه عاليه قوي وبخامه نظيفه وسعرها حنين ما يختلفش.